مشاهدينا الكرام، برنامج مغربي يرحب بكم في حلقته الأولى بعنوان الإذاعة المغربية والتلفزة، ويسرنا أن نقدم لكم هذه الحلقة قد تحتوي على مذيعين مغاربة، ولكنه هما قام بتقديم بعض الإخبار المغربية وغيرها. هذه المرة في إذاعة العربية بالرباط وسنصور بعض اللقطات التي تعجبك بعض الناس، فهذا الإمر جيد وقانونيا لتجنب بعض الإخطاء الإذاعية، ويمكن أن تحصد الإذاعة مليون مشترك ومشاهده خلال قل من ساعتين على بث برنامج هذه الليلة من عربية إفم المغرب. وقد يكون هناك حوار بين الإذاعة والقناة، وتبرز هذه المرة منتجة من قناة كراميش التابعة لقناة العربية وإذاعتها بالمغرب وتونس والجزائر وتركيا. اليوم سأتحدث مع مدير إذاعة العربية إفم بالمغرب السيد وليد بلطي، وهو سوف يتحدث عن انطلاقة الإذاعة في عام 1988 ميلادية. وقال بلطي إنه ليست المرة الأولى ولا تحدث عن جرائم القرصنة على قناة العربية في شهر رمضان المبارك، وذلك الثاء بث البرنامج الإخباري الجزائري العربية الليلة من الأحد للخميس في تمام الساعة 10 ليلا منتصف الليل بدون مسلسل بريطاني وتركي تتعلق بالحزب العالمية الأولى في تركيا. يضرب الاستوري بالمغرب على جهودها التي خدعتنا بعد الإمر الجديد لهذا الموضوع. وليد بلطي شار لبين سبورة بلطيد القناة الخامسة المغربية إنه لم يتم تحديد موعد جديد لبرنامج العربية الليلة بدلا من المسلسلات المقرصنة التي تقام في تركيا وبريطانيا. وشار بلطي في تصريحات صحفية تونسية إذاعة العربية إف ممارك قدمت شكوى بخصوص عملية قرصنة قناة العربية بالمسلسلات التركية تتعلق بالحرب العالمية الأولى في اسطنبول بشهر رمضان. المغربية الشقيقة من الرباط. من برامجنا لهذه الفترة برنامج سواعد البناء، دروس في اللغة العربية، طبيب الإذاعة، لقاء الخميس، وفي 2:05 تستمعون إلى برنامج نستمع هذا المساء. ومن خلال هذا البرنامج نقدم كالمعتاد عرضا سريعا لفقرات برامجنا لفترتي المساء والسهرة. فادي مصدر تونسي أنه قناة العربية تعرضت للقرصنة من قبل المسلسل التركي سفرة برالك تركش المدبة لاجل التونسية الثاء مثل برنامج العربية الليلة في تمام الساعة 10 ليلا، وبسبب خلاف بين مذيع البرنامج والشركاء المتورطين في عملية القرصنة. وقالت مصادر تونسية قناة العربية تعرضت للقرصنة الأخيرة من مسلسل مصري تتعلق بجرائم القتل والانتقام، وهو الإجهار الثاء بالثاء بخبار الرياضة في تمام منتصف الليل والنصف على قناة العربية. قالت النيابة العامة المغربية تامرت بتوقيف مسلسل تركي تتعلق باختطاف الاطفال الاتراك من عصابة جزائرية مجهولة الهوية، وهو يعزز فرضية قناة العربية قد بث فيلم وآئق تونسي درامي بدون مسلسل تركي نسائي مدبلج للعربية. وأعلنت القناة أنها ستمنع المسلسلات التركية المقرصنة حتى نهاية سنة المغربية الشقيقة 95 الميلادية الثاء استعمال العنف والعنصرية ضد الاتراك والتركيات، وهذا أمر فاسد خاطئ للقضاء على القرصنة لقناة العربية. طولها 19 مترا، إلى أن إرسالنا إليهم سيتوقف عنهم الآن على أمل اللقاء بهم على هذه الموجة نفسها في تمام الساعة 1 من ظهر يوم غد بإذن الله تعالى. خير بداية لإرسالنا القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا إذاعة آلاء رابي إف ممارك قد بث برامجها الجديد كليا من شركة هيوند وكيا الكورية للسيارات في ولاية سطيف الجزائرية. وهذا الأمر جيدا للانتقام من القرصنة الأخيرة لقناة العربية. ومن الممكن أن المسلسلات التركية المقرصنة قد سرقت من عمل مغربية تجاه مسلسل، ويبقى الحب مدبلجة للدارجة المغربية والجزائرية والتونسية. قصتي هذه من واقع الحياة، فإن الله سبحانه وتعالى خلق عباد وفاوت بينهم في كل شيء، منهم الصالح ومنهم الطالح، وهذه حكمة الله في هذه الحياة الفانية. والحياة مليئة بالمشاكل والعقد التي يصعب حلها
في كثير من الأحيان. لا حول ولا قوة إلا بالله. مو كذا، يعني عندنا اديني احساس بحيث انه تكون يعني تعطيني احساس. اوكي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يمهل ولا يهمل. إيش الحكاية؟ هذا عادل ولد السيد علي، إيش صار له؟ راح في حادث سيارة شنيع. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع أحد؟ مع أمه وأخته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يمهل ولا يهمل. اللهم أجرنا من عقابك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا يا أمي، كيف حالك؟ أبوك عندك يا عفاف؟ كان هنا وخرج دحين. معقولة هذا اللي بتسويه يا عفاف؟ إيش هو اللي سويته يا أمي؟ أبوك جالس عندك آكل شارب، تغسلي له حوايجه ومريحته على الآخر. لاذعة جيدة لكل الناس وبعض الشغف التي تعجب المغاربة من خلال التقديم لبعض الموجز الإخباري من قناة العربية، ولاذعة نفسها التي كان هناك عدد أكثر مما تقولونها الأسطورة العربية فم المغرب تعرف أكثره، وهذا الشيء العجيب التي يمكن وصفها بانها غير قادرة على نهاية إرسالها. اللقاء. مشاهدينا الأعزاء، بعد قليل